إخواننا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مملكة الطيور. في حلقة اليوم إخواننا الكرام ارتأيت أن أتحدث عن موضوع هام جدا، وارتأيت أن أتحدث عنه لندرة المواضيع حوله. فهذا الموضوع إخواننا الكرام وهو القلش الكاذب أو الجزئي. فبداية بتعريف لهذا القلش الكاذب. القلش الكاذب إخواننا الكرام هو عبارة عن تساقط ريش جسم الطائر من جسم الطائر، كما هو الحال في غيار الريش عند الطيور، لكن مع الاحتفاظ بريش الجناحين والذيل، ويكون هذا بغير موسمه، أي بغير موسم غيار الريش. ومدته بشكل عام 45 يوما. والآن أعزائي الكرام سنتحدث عن أهم أسباب هذا القلش الكاذب. فنظرا إلى حساسية طائر الكناري والحسون بشكل خاص، يجعل أي شيء حولها يؤثر على نفسية هذه الطيور، مما يؤدي إلى دخوله في فترة القلش في غير موسمه. إذن هو مرتبط أساسا بنفسية الطائر وانفعاله من أي شيء أو أي سبب يعبر فيه الطائر عن غضبه أو حزنه أو خوفه. ومن أهم الأسباب التي تؤثر على الطائر إخواننا الكرام وهو عدم احترام ساعات الإضاءة المطلوبة لكل موسم. وبالتالي وجب إخوان الكرام احترام ساعات الإضاءة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل حياة الكناري. والسبب الثاني إخواننا الكرام أو العامل الثاني هو عامل الحرارة أو جو الغرفة بشكل عام، لأن ارتفاع أو انخفاض مفاجئ في درجة الحرارة إخواننا الكرام كفيل بأن يدخل طيورنا في القلش الكاذب. وهذه مشكلة يقع بها العديد من المربين أعزائي الكرام، بحيث يرفعون درجة الحرارة في فصل الشتاء خوفا على طيورهم من البرودة ومن نزلات البرد، وبمجرد أن يتحسن الجو يقومون أو يتخلون عن التدفئة بشكل مفاجئ. فهذا خطأ كبير يقع في بعض المربين، وهذا سبب يؤدي إلى دخول الطيور في القلش الكاذب. وثالث عامل إخواننا الكرام وهو تعرض الطائر لتيارات هوائية ساخنة كانت أم باردة. فهذه التيارات الهوائية إخواننا الكرام إن لم يمرض أو إن لم تمرض طيورنا أو تموت، فدخولها بالغيار الكاذب يكون مؤكدا. رابع عامل إخواننا الكرام هو عدم دراية المربي بحاجيات طيوره الغذائية، مما يجعل بعض المربين يقدمون لطيورهم إخواننا الكرام الأغذية بإفراط، وخاصة الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات كالبيض، مما يسبب طاقة زائدة يخرجها الطائر عن طريق طرح ريشه في غير موسمه. خامس عامل إخواننا الكرام هو خوف الطائر من أي شيء يحيط به، كصوت إغلاق باب في غرفة الطيور، أو صوت لإغلاق نافذة، أو إذا كانت موجودة عندنا حيوانات أليفة في المنزل كالقطط والكلاب وكانت على مقربة من الطيور، فهي أيضا تسبب الخوف لطيورنا. أو سقوط القفص من مكان عالي إخوان الكرام، فهو أيضا هذه العوامل أو هذا العامل هو عامل الخوف، يؤدي أيضا في بعض الحالات إلى دخول الطيور في مرحلة القلش الكاذب. سادس عامل إخوان الكرام وهو في بعض الأحيان عند علاج الطائر، لأن في مرحلة العلاج عند مرض الطائر يحتاج الطائر إلى نوع من التدفئة وزيادة في الإضاءة، بحيث في فترة العلاج إخواننا الكرام يجب تدفئة الطائر. فبعد معالجة الطائر أو بعد تشافيه أو بعد أن يشافى، فاحتمال دخوله في فترة النقاهة إلى القلش الكاذب وارد أيضا. ونقطة مهمة أخرى إخواننا الكرام هي عدم الفصل بين فترة غيار الريش والتجهيز، وذلك بتجاهل فترة الراحة، لأن بعض المربين إخواننا الكرام بمجرد رؤيتهم أن الريش لم يعد يتساقط عن الفراغ أو عندما يكملوا فترة القلش يبدأون بتجهيز طيورهم بالتزاوج، وذلك بتقديم أغذية دسمة وفيتامينات للتجهيز. وهذه النقطة إخواننا الكرام أيضا كفيلة أيضا بدخول الطيور لفترة القلش مرة أخرى، لأن الطاقة الزائدة في جسم الطائر يترجمها بطرح ريشه. فإخواننا الكرام أرجو أن تكونوا قد استفدتم معنا في هذه الحلقة،
وذلك بتفادي كل هذه الأمور للحفاظ على صحة طيوركم. ولمن أعجبه الفيديو فلا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك معنا في القناة لتشجيعنا على الاستمرار. ولكل من لديه أي استفسار المرجو وضعه في تعليق أسفل الفيديو لنجيبكم عن كل استفساراتكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.